مساء الخير. مساء الخير. حبيت اعمل لوك وابقى مأكسزين، كلنا مأكسزين. مش عارفه ليه قلب معايا، حاسه ان انا ناقصني حاجه. في مثل بيقول لك كل نفسك قبل ما حد ياكلك، وده اللي انا عملته حاليا. نفسيتي مش احسن حاجه بعد المسج اللي جات لي، لان انا حسيت ان معظما مؤخرا الموضوع ده بقى منتشر قوي. و... وانا يعني طالعه اتكلم في الموضوع ده، وعارفه ان انا لما بتكلم جد الريتش مش بيبقى احسن حاجه، والناس مش بتتفاعل احسن حاجه. الناس دايما بتحب الضحك والهزار والكلام ده، بس انا طالعه اتكلم لان اكيد في وسط الناس اللي بتتفرج عليا اكيد حد محتاج المسج دي، واكيد حد محتاج انا اتكلم في الموضوع ده. وحابه اسالكم سؤال، يعني اتمنى يعني معظمكم يردوا عليا. يعني هو هل احنا عشان ما لقيناش اللي ناكله ناكل ان نلاقيه؟ مؤخرا بقى في بنات بتعمل كده. انا يا جماعه والله يعني كلامي مش هيبقى مترتب قوي، بس انا عشان ممكن متاثره شويه. انا سو اكسايتد قوي، متاثره. البنت، يعني هو البنت ولا مدام هي متجوزه بس هي سنها صغير، انفصلت ومعاها ولدين، عندها 27 سنه. والقصه كلها ان هي آه، خلاص انفصلت ومش عارفة تصرف على أولادها، فبالتالي جوزها خد عيالها منها علشان يقدر ان هو لا خلاص مادام انتي مش هتعرفي تصرفي خلاص هاتيه. الموضوع اتكلمت فيه كتير، وفي رجاله كتير قوي بتعمله وفي رجاله لا طبعا. فهي طبعا اضطرت انها تديله عيال لان هي ما عندهاش مصدر دخل، وبتشوف اولادها قليل جدا. الموضوع ده تعب لها نفسيتها. فده جزء كجزء ان هي كأمومة. طب جزء كهي بنوتة لسه 27 سنة، فهي عايزة يعني ترتبط، وبالفعل دخل حياتها شخص. انا بحكي لكم القصة وهقول لكم يعني النصيحة زي ما انا بعمل دايما حتى في الفيديوهات الكوميدي. انا بحكي لكم بموضوع يعني ضحك، وفي نفس الوقت بقول لكم العظة من الموضوع، بس الموضوع دوت كله عظة يعني. الشخص طبعا اللي ارتبطت بيه، انا طبعا مش عارفه ليه الفكره دي منتشره، ان مادام انت اتجوزتي واتطلقتي انت مطلقه دلوقتي، انت ليكي حقوق ولا ايه؟ هنخيبه ولا ايه؟ ليكي حقوق خلاص. انت جربتي حظك واتجوزتي واتطلقتي، فانت لما تيجي تفكري انك انت تبني حياه تانية او تتجوزي تاني، فانت طبيعي تكوني متنازله عن حقوقك. يعني هو مش كفايه ان هو هياخد واحده مطلقه يعني؟ يحاول الله يا رب. انا عايزه في واحده مطلقه اخويا هي عوره؟ نسيبت المسيح الدجال يعني؟ مش فاهمه. المهم ان هي بتحكي لي ان هي كويسه معاه جدا، ويعني بتوريني يعني كمان ان هي قد ايه بتعامله كويس، ويعني عايزه راجل في حياتها، عايزه تعوض الايام اللي فاتتها، وعايزه راجل كويس يبقى معاها وتبقى فيه فلوس عشان تقدر ممكن لو تاخد اولادها تصرف عليهم وما تحرمهمش من حاجه. يعني هي نفسها تبقى ست عايزه تعوض جماعة حقها يعني. هي نفسها ما طلبتش حاجة أبسط من إن هي نفسها تعيش كبني آدمة مش أكتر. بس احنا هنا يعني بنستكتر على المطلقين الموضوع ده. الفكرة ان هي بتقولي انا اديته كل حاجة زي ما جوزها الاولاني برضه اديته كل حاجة لحد ما سقها عليها يعني، وبقى متعود ان هي شايلة المسؤولية ومش عارفة ايه. تمام. طب انا عايزة اقول مثل كده بلدي شوية، بيقول لك ايه؟ لو اديت شخص كل حاجة هيحب ايدك اكتر من قلبك. بقى هو انت ليه ممكن تستمري في علاقة لمجرد ان انت تبقي اسمك في علاقة؟ وده بقى في اول فيديو قلته، هل عشان انا ما لقيتش اللي اكله او المناسب بالنسبة لي هاكل اللي هلاقيه؟ طب ما انا ممكن اكل من الزبالة وبطني هي اللي هتوجعني ومحدش هيقولي معلش. ليه انا ممكن افضل مستمرية وماشية ومتعايشة معاك علشان خاطر اخد ابسط حقوقي، عشان خاطر تبقى وجود راجل في حياتي؟ طب ما انا ممكن اقعد من غير راجل لحد ما ربنا يرزقني بالراجل الصح، احسن ما اقعد استنزف طاقتي مع مثلا مع ده ومع ده ومع ده في علاقات غلط، ولما يجي الشخص الصح ما يبقاش عندي الثقة، وابقى خايفة ان هو يبقى زيهم، وما عنديش الطاقة ان انا ابقى معاه كويسة، وبالتالي ابقى خسرت الصح وغلط. قبل ما تقعدي تفكري انك ترضي الشخص اللي قدامك بكل الطرق مقابل ان انتي تاخدي بس حب، او تاخدي مجرد تحسي ان انتي مرغوب فيكي، او تحسي ان انتي بنت، فكري في نفسك. حبي نفسك الاول. لو ما حبيتيش نفسك مش هتلاقي اللي يحبها. لو ما عززتيش نفسك مش هتلاقي اللي يعززها. لو ما علتيش من قدر نفسك
هتبقي مداس وكله هيقلل منها. اوعي تفكري ان انت تقعدي تبيني تنازلات فهيقول دي جدعه وكويسه. اي راجل هيحب الست اللي عندها كرامه، الست اللي بتدي بس عامله حدود، الست اللي بتحب بس برضو عندها حدود، مش بتدي عماله على بطال. وزي ما قلتلك هيحب ايدك والله اكتر من قلبك. اتمنى نسيطر على الهرمونات شويه، لان احيانا الهرمونات لما بتطغى بنخش اي علاقه والسلام. يلا بقى يلا بقى، احي قمر بيحبني بيموت فيا، بيحبني يا حيده، بصي ده جاب لي مهلبيه. ايه جاب لك مهلبيه يا اختي؟ يا حيده مش عارف ايه. احي عليكي وعلى سنينك، احي عليكي وعلى سنينك. عرفوا قدر نفسكم يا بنات وعرفوا قيمه نفسكم، عشان يجيلكم اللي يقدرها ويعليها ما يقللهاش. واللي مش هيجي يضيفلك في حياتك يبقى عدم وجوده احسن. اللي هيجي يضيف، لكن اللي هيجي ياخد اديله. الصابونه طبعا ما تودوناش في داهيه.